وحكاية فيلمنا بتبدأ في منطقة جبلية وتحديدا في النرويج مع بنوتة صغيرة اسمها نورا وباباها توبياس وهما بيتسلقوا الجبال. وبعد ما بينتهوا هما الاتنين من مرحلة التسلق بيقعدوا على قمة الجبل علشان يرتاحوا شوية. وبيبدأ توبياس يحكي لنورا قصة جبل الغول وبيقول لها ليه الجبل اتسمى بالاسم ده. وبيبدأ يحكي لها قصة من قديم الزمان من حوالي آلاف السنين. وبيقول لها ان كان في 13 غول وكانوا بيحتفلوا بحفل زفاف صديق ليهم. وفضلوا يشربوا ويسكروا لحد ما نسي الوقت وطلعت عليهم الشمس وحولتهم لحجارة وقمم جبلية. لكن نورا مش بتصدق القصة دي وبتقول له كل ده تخيل في قصص اسطورية. وعشان يقنعها باباها بيطلب منها تغمض عينيها وتبص للجبل وهي مؤمنة من جواها انها هتشوف الغلال. وفعلا اول ما نورا بتغمض عينيها فجأة بيتحرك الجبل من مكانه وبيظهر منه وشوش لكائنات غريبة تشبه البشر. وبعد مرور 20 سنة بنشوف نورا بعد ما كبرت واصبحت بروفيسور مشهورة في علوم الجيولوجيا وحفريات الديناصورات على ساحل المحيط الاطلسي. وبعد تعب ومجهود 6 شهور من الحفر هي وفريقها اخيرا بيلاقوا هيكل عظمي لديناصور مدفون تحت الارض من آلاف السنين. وفي نفس اللحظة دي بنشوف فريق مكون من عمال ومهندسين بيحفروا نفق في باطن جبل الغول علشان القطر يعدي منه. وبيتظاهروا بعض الشباب اعتراضا على هدم الجبل وحفر النفق لان ده من وجهة نظرهم ضد حقوق البيئة وبيخالف قوانين الطبيعة. ولكن العمال مش بيهتموا لكلام الشباب المتظاهرين وبيستمروا في الحفر وبيفجروا بعض القنابل والديناميت لتسهيل عملية الحفر عليهم. واثناء تفجير الديناميت بيحصل انفجار شديد في الجبل وبيتدمر تماما وبيقع عليهم. تعرف الحكومة بعد كده بالخبر وبيبعتوا طيارات حربية تصور الحدث من فوق وبيشوفوا أثر شبه أقدام لكائن عملاق ومجهول. وعشان كده بتبعت الوزارة استدعاء لنورا لأنها بتكون أشهر عالمة جيولوجيا في الوقت ده. وبعض من رجال علماء الجيولوجيا اللي بيستنتجوا إن هدم الجبل حصل بسبب المتفجرات اللي استخدموها المهندسين في عملية الحفر وإن الآثار دي هي اهتزازة في التربة وتسيير في الغاز بسبب الانفجار اللي حصل. لكن نورا بيكون لها رأي تاني وبتقول لهم دي أثر أقدام لكائن غريب لكنهم مش بيصدقوها لحد ما بيتعرض فيديو لأحد المتظاهرين اللي كان بيصور الحدث أثناء الانفجار. وأثناء البحث عن الانفجار بيشوفوا بيت وسط الجبل مهدوم ومتدمر ومتشال من مكانه بطريقة غريبة. وبعد كده بيتعرفوا على النقيب كريس هولم. ولما بتسأل نور أصحاب البيت واللي بيكون راجل وسيدة عجوز في السن بتقول السيدة إنها قبل هدم البيت بلحظات حصلت اهتزازة قوية وكأنه زلزال وسمعت صوت غريب زي صوت وحش مفترس بيقرب ناحية البيت لكنهم خافوا ونزلوا بسرعة يتخبوا في القبو اللي تحت البيت. ولما خرجوا من القبو اتفاجئوا إن البيت كله متدمر تماما بالشكل ده. وبتركب نور الطيارة تاني هي وأندرياس وبتمشي ورا آثار الأقدام اللي في الغابة لكنهم مش بيوصلوا لأي حاجة. وبتضطر نور إنها تلجأ بعد كده لباباها توبياس اللي كان عالم جيولوجيا هو كمان من 30 سنة واللي بيكون في الوقت ده عايش لوحده في بيت وسط الغابة بعد ما دخل مصحة نفسية لوقت قصير وخرج منها تاني وده بسبب ان حالته النفسية والعقلية بقت سيئة جدا. وبتطلب نور المساعدة من باباها وبتوريه فيديو تفجير الجبل وشكل الكائن الغريب اللي خرج منه وقت الانفجار. بيبدأ توبياس يشرح لهم ويتكلم معاهم عن غيلان الجبل وبيقول لهم ان الغيلان موجودة داخل الجبل من آلاف السنين وان الكائن العملاق ده هو غول الجبل وخروجه من الجبل بسبب ان المهندسين لما فجروا القنابل ما عرفوش انهم ازعجوا وحش مفترس وصحوه من نومه لكنهم مش بيصدقوه. وبتتخانق نورا معاه ومش بتقتنع بكلامه وبتقول له لسه مصدق التخاريف دي وعايش فيها وبتسيبه وبتمشي. لكن توبياس بينادي عليها وبيصر عليهم انه يروح معاهم لمكان آثار الأقدام ويبحث بنفسه وبيكون توبياس متأكد من كلامه بسبب تغيير المناخ والتضاريس وظهور صخور غريبة ما كانتش موجودة في مكانها. وبعد ما بيوصلوا لمكان آثار الأقدام بيبدأ توبياس يبحث بطريقة غريبة ومضحكة شوية وبيسبب الإحراج لنورا. ولما بتبدأ نورا البحث بنفسها هي كمان بتشم ريحة غريبة ولما بتبص وراها بتتصدم لما بتلاقي الصخرة بتفتح عينيها. وبعد لحظات بتتحول الصخرة دي لكائن غريب ومخيف وعملاق وطولها يتعدى ال 50 متر وبتخاف نورا جدا هي وباباها وبيجروا بسرعة وبيركبوا الطيارة وبيهربوا من الغول في آخر لحظة وبيصوروا الكائن الغريب ده وبيبعتوا له الوزارة. ولما بتوصل نورا وباقي الفريق لمقر الوزارة بتحاول نورا تشرح لهم الموضوع ببساطة لكن توبياس بيقطع كلامها وبيقول لهم ان الكائن اللي ظهر ده هو غول جبل حقيقي وان الغيلان مش قصة اسطورية وبس وان المهندسين غلطوا لما قرروا يحفروا نفق في باطن الجبل وكانت دي العواقب. وطبعا اعضاء مجلس الوزراء بيشوفوا كلام توبياس كله تخاريف وغير عقلاني بالمره وبيطردوه بره الاجتماع وبيخرجوا نورا هي كمان بره البحث. وبتتولى الشرطه هي القضيه والتخلص من الكائن الغريب وبتحاول نورا تقنع كريس ياخدهم معاها في تنفيذ المهمه لمراقبه اللي هيحصل من بعيد فقط وبدون ما يتدخلوا في اي حاجه. ورغم ان كريس بيرفض في الاول الا انه بيضطر يوافق بعد الحاح نورا وتاثيرها عليه. وبيتم تجهيز الشرطه والاسلحه للقضاء على الغول العملاق وبينتظروا ظهوره في منطقه جبليه واول ما بيظهر الغول وبيقرب عليهم
بيبدأوا يضربوا عليه صواريخ وقنابل، لكنها مش بتأثر فيه تماما. بيكتشف توبياس إن الغول بيشم ريحة دم المسيح، وده بعد ما بيقرب منهم بيمسك جندي من الجنود اللي بيكون بينزف وبياكله. بيهربوا كلهم بعيد عن الغول ما عدا توبياس اللي بيحاول يهديه، وفعلا الغول بيبدأ يهدى أول ما بيسمع توبياس بيتكلم معاه بالراحة. لكن ضابط من الضباط بيضرب عليه نار، بيتضايق الغول وبيتعصب جدا، بيضرب توبياس ضربة قوية بإيديه وبيوقعه على الأرض. بتنهار نور على باباها جدا وبتبكي من شدة الخوف والقلق عليه. بعد ثواني معدودة بتسوء حالة توبياس وللأسف بيموت. بعد وفاته بتقعد نور مع نفسها وبتقرأ مذكراته، ومن خلال اللي بتقرأه ما بين السطور بتكتشف إن الغيلان بتكره التدين، وخصوصا صوت جرس الكنائس، وإنهم من آلاف السنين كانوا بيتعمدوا يهدموا الكنائس على المصلين، وعشان كده هو بيشم ريحة دم المسيح. وبعد كده بتروح نورا لمقر الوزارة، بتقترح عليهم خطتها الجديدة، بتقول لهم إنهم هيقدروا يتحكموا في تحديد مسار الغول، وده من خلال أصوات جرس الكنائس قبل ما الغول يوصل للمدينة ويدمرها تماما. وبيوافق أعضاء مجلس الوزراء لأنهم ما عندهمش حل تاني، خصوصا إن الأسلحة والمتفجرات مش بتأثر في الغول أبدا. وبعد كده بنشوف الغول وهو بيتجه ناحية المدينة، لكنه قبل ما يدخل المدينة بحاجات بسيطة بنشوف 4 طيارات حربية بتقرب منه ومتعلق فيهم أجراس كنائس. وبيتضايق الغول جدا أول ما بيسمع صوت الأجراس دي، لدرجة إنه بيحط إيديه على ودانه علشان ما يسمعش صوتهم. وبتقرب الطيارات منه أكتر وبيتعصب الغول أكتر، وبيمسك الطيارات بإيديه وبيفجر 3 منهم. وقبل ما تقع طيارة منهم على طفل صغير بيمسك الغول الطيارة بإيديه وبينقذ الطفل من الهلاك. وبيكمل الغول في طريقه وبيدخل العاصمة أوسلو. وبكده بتفشل خطة نورا وبتنهي معاها رئيسة الوزراء استكمال الخطة، وبتستبعدها عن المهمة تماما. وبتتكلم رئيسة الوزراء مع أندرياس بطريقة مش لطيفة، وبتطرده من الاجتماع. وبيقرر أندرياس إنه يستقيل من شغله ويشتغل مع نورا وما يسيبهاش أبدا. وبتطلع بعد كده رئيسة الوزراء في بيان خاص وبتطالب الشعب بإخلاء عاصمة النرويج في أسرع وقت ممكن، وده خوفا على حياتهم لأن الهجوم اللي هيتم على الغول هيكون شديد وعنيف جدا. وبتبدأ نورا تقرأ مذكرات باباها عشان تقدر توصل لأي معلومات تخص غول الجبل، خصوصا بعد ما طلع كلام توبياس كله صحيح. وبيكون مكتوب في المذكرات سينجينج حارس المملكة، وبيقول لها أندرياس أكيد سينجينج هو حارس القصر الملكي، وإنه بتربطه بيه معرفة شخصية لما كان بيروح القصر الملكي مع رئيسة الوزراء. وبتفتكر نورا باباها توبياس قبل ما يموت بلحظات كان بيقول لها بيت الملك. وبتتحرك هي وأندرياس بسرعة بالعربية على القصر الملكي عشان أكيد سينجينج هيكون عنده حل لكل اللي بيحصل ده. وبعد ما بيوصلوا للبلاط الملكي بتتعرف نورا على سينجينج اللي بيرحب بيها، خصوصا بعد ما بيعرف إنها تبقى بنت توبياس. وبيقول لها إنه كان متوقع زيارتها بعد موته، وبياخدهم وبينزلوا النفق تحت القصر، وبيقول لهم إن تم بناء القصر الملكي في قصر ملك تاني، لكنه مش من البشر وإنما هو غول الجبل، واللي كشف الأمر ده هو توبياس أثناء عملية بناء تمت تحت الأرض. واضطروا إنهم يقولوا عليه مجنون ويدخلوه مصحة نفسية عشان محدش يصدق كلامه. وبيقول لها إن من آلاف السنين قرر القديس أوليف يقتل كل الغيلان ويخلص عليهم، وحصلت هنا مجزرة في باطن الجبل واتقتلوا كلهم ما عدا آخر واحد فيهم اللي اتحبس جوه الجبل وما قدرش يخرج، لأن لو خرج أشعة الشمس هتحوله لحجارة. بتعرف نورا ليه الغول بيشم ريحة دم المسيح وبيكرهه، وإنه ما تحولش حجر لحد دلوقتي لأن الغيوم كانت مالية السماء وأشعة الشمس ما جاتش عليه بشكل مباشر. وبكده بتكتشف نورا الحل اللي هيخلصوا بيه على الغول. وبتطلع هي وأندرياس بسرعة عشان تلحق القوات المسلحة قبل ما يقذفوا الغول بأقوى صاروخ نووي موجود عندهم، والصاروخ ده مش هيدمر الغول وبس، ده كمان هيدمر المدينة كلها. وبتتصل نورا بالنقيب كريس وبتقول على خطتها اللي يقدروا يخلصوا بيها على الغول بدون ما يدمروا المدينة، وبتطلب منه يستدرج الغول لمنطقة جبلية ومقطوعة بعيد عن المدينة. وبيتصل أندرياس هو كمان على سيج صديقته المقربة، وبيطلب منها تخترق نظام الشبكة العسكرية وتوقف إطلاق الصاروخ عشان يكتسبوا بعد الوقت. وفعلا بتقدر سيج تخترق الشبكة وتعطل إطلاق الصاروخ قبل إطلاقه بثواني. وفي اللحظة دي بيوصل الغول لمنتصف المدينة، وبتقرر نورا تاخد معاها جمجمة غول كبيرة في العربية عشان تقدر تلفت انتباه الغول وتخليه يمشي وراها وتبعده عن المدينة، خصوصا إن الجمجمة دي خاصة بعيلته. وفعلا بتنجح نورا في خطتها، وفي اللحظة دي بيكون كريس وفريقه عاملين فخ للغول ومجهزين كشافات معينة مشابهة لأشعة الشمس عشان يعرضوا الغول ليها، وبالتالي كده هيخلصوا عليه. لكن واحد من القيادات في الوزارة بياخد باله من سيجي وبيكشف أمرها وبيتم القبض عليها، وبيستعدوا لإطلاق الصاروخ من جديد. بتقدر نورا وإندرياس ينجحوا في استدراج الغول للمكان اللي موجود فيه كريس، وأول ما بيوصل الغول بيشغلوا كل الكشافات، وأول ما بيجي عليه الضوء بيبدأ الغول يتألم. لما نورا بتشوف الغول وهو بيتألم بتبدأ تحس بالذنب، وبتروح لمولد الكهرباء وبتوقف تشغيل كل الكشافات، وبتعمل زي باباها توبياس ما عمل، بتقرب من الغول وبتبدأ تهديه، وبتوقف
بيوقف القيادات إطلاق الصاروخ بعد ما بيشوفوا نورا قدر تهديه، لكن بيصر واحد من القيادات على إطلاق الصاروخ عشان يتخلص من الغول بأي طريقة. بتضربه سيجي صديقة إندرياس وبيغمى عليه وبيفقد الوعي، وبتفضل نورا تتكلم مع الغول وتحاول تقنعه يرجع لبيته تاني في الجبل. وقبل ما بتخلص نورا كلامها بتطلع الشمس، ولما بتيجي أشعة الشمس على الغول بشكل مباشر بيبدأ يتحول لحجارة وبيقع على الأرض. ولما بتشوف نورا الغول قدامها وهو بيتحول لحجر بتفتكر توبياس لما كان بيحكي لها قصة الجبل من 30 سنة وما كانتش بتصدقه. وبكده بتنجح نورا في إنقاذ المدينة والناس، وبتفكر تسمي الصخرة دي على اسم باباها توبياس. وبتجيلها الوزيرة بنفسها وجميع القيادات وبيشكروها على شجاعتها وإنقاذها للمدينة وأهلها. وبيسألها إندرياس إذا كان ممكن يكون في غيلان تانية موجودة بباطن الجبل ولا لأ. وبيظهر على وش نورا رياكشن حماسي جدا